اساسا من 2013 لهذا اليوم ما عندنا شيء اسمه سفير، جيد. وماكو فكره سفير ابدا والنهائي. هذه شلون جتي من هاجر كل الفنانين العراقيين الى سوريا، بقيت ساكن منطقه ساخنه في شارع حيفا، شارع حيفا كان يتصلون بي اطلع قلت لهم لا، موقف للعراق. نعم. بصموا لي مثل هذه البصمات اللي راح تشوفها اليوم برنامج البصمه. 5 مليون 5 مليون مواطن 5 مليون بصم لك على انه انت تستحق تكون سفير للطفوله العراقيه. شيل كل شيء. لا راح نشوفه. هذا انطونا اياه 5 مليون مواطن بصم انه الفنان هاشم سلمان سفير الطفل العراقي. رفعت الى الامانه العامه لمجلس الوزراء، وهذه الكتب الرسميه. الامانه العامه لمجلس الوزراء ايش سوت؟ فاتحت وزاره الثقافه، وزاره الثقافه بدورها قامت فاتحت الخارجيه وفاتحت اليونسيف باركت للثقافه وباركت للخارجيه على هذا المنصب. ولكن شنو اللي صار؟ انطوني مكتب بالسرداب في احد البيوت التراثيه في شارع حيفا، وكل هذا مو مهم. هنا مفترق طرق ان اكمل، وانا راح اتحمل مسؤوليه. قلت له ايدي بيدك ونكمل، وما خلت. هي ما خلت شغله ما سوتها، حتى باعت ذهبها وتناشد ما يخالف. حتى دار ايتام فتحنا وما حد، بس انا وياه والله حتى اقول لك الشغلات احكي العلي والاليه. احكي دار ايتام. لا ما نقول هذا بيناتنا. تعبت وتعبنا. انا هم مو مشكله، واخذنا اذا استمر لازم اتحمل مسؤوليه. جيد. حتى بعد سمينا مؤسسة NGO، مؤسسة سفير الطفولة العراقية، وسميناها مؤسسة سفير الطفولة العراقية.